عندما سحق المغاربة جيش سليمان القانوني بوادي اللبن، كيف بقيت المغرب عصية على العثمانيين دون بلاد العرب؟ فانكسرت على أبواب المغرب وعجزت عن دخولها إلى الأبد. ماذا حدث بهذه المعركة؟ معركة وادي اللبن مطلع القرن السادس عشر. كانت السلطنة العثمانية تبتلع كل دول المشرق العربي وجزءا كبيرا من أوروبا، وكان لا شيء يقف في وجه جيوش الانكشاريين، إذ إن سقوط المدن واحتلالها كان ليس أكثر من مسألة وقت، خاصة دول إفريقيا العربية الضعيفة التي كانت تتهاوى تحت سيوف العثمانيين تباعا حتى وصلت جيوش العثمانيين للمغرب. وقعت معركة وادي اللبن في مارس وأبريل سنة 1558 ميلادية، حوالي 92 هجرية، بمنطقة تيسا إقليم تاونات حاليا شمال مدينة فاس، بين سلالة السعديين بقيادة عبد الله الغالب والقوات العثمانية تحت قيادة حسن باشا ابن خير الدين بربروسا، عندما تولى عبد الله الغالب رابع سلطان سعدي حكم البلاد بعد مقتل والده السلطان محمد الشيخ وتعليق رأسه على أسوار إسطنبول سنة 1557 ميلادية. واصل عبد الله الغالب سياسة أبيه في مواجهة الدولة العثمانية، فرفض بيعة العثمانيين الذين اتجهوا إلى مد نفوذهم في الشرق المسلم. غزا حسن بن خير الدين باشا حاكم تلمسان المغرب عبر البحر الأبيض المتوسط في جيش كبير من الأتراك، فأنزل قواته في مدينة باديس، ففوجئوا بالسلطان السعدي الجديد أبو محمد عبد الله الغالب بن السلطان المغدور أبو عبد الله الشيخ، وقد أتم استعداداته لحرب العثمانيين وتجهز على خير ما يكون للقائهم. وفي وادي اللبن بالقرب من أسوار فاس دارت حرب كبيرة بين الطرفين السعدي والعثماني، انتهت بانتصار المغاربة نصرا مبينا. فر بعده قائد الأتراك إلى الجزائر لا ينوي على شيء، بعد أن تأكد بأن اغتيال السلطان الشيخ لم يفت في عض أهل المغرب ولم يؤثر في إصرارهم على التمسك بالحرية والاستقلال عن أي غاصب أجنبي. وبعد ذلك أصبح السعديين يتصدون ل3 جبهات: العثمانيون من الجهة الشرقية، والغزو الإسباني والبرتغالي الصليبي من الجهة الشمالية والغربية للمملكة المغربية.